أهم تجهيزات رمضان هو شربات الحلويات، طول ما هو موجود في التلاجة إحنا بنبقى حاسين بأمان. يلا أقول لكم على طريقتي وإزاي بيتعمل بمنتهى السهولة من غير ما يسكر وتقدروا إن انتوا تحتفظوا بكميات منه عندكم. أول حاجة هتحتاجوا كوبايتين من السكر، كوباية من المية، ومعلقتين كبار من العسل، وبس كده هتسيبوهم بدون تقليب وهيترفعوا على النار لغاية لما السكر يدوب. ممكن ساعتها تقلبوا تقليبة كده بسيطة، وبعد كده تسيبوه لغاية لما ياخد غلوة و نحس ان هو بدأ ياخد قوام. يعني ما تشيلوهوش وهو خفيف، هو هيغلي شوية حوالي 5 دقايق لغاية بس ما نحس ان فيه قوام، وتطفوا عليه وهو لما هيبرد هيتقل. اهم حاجة نشيل اي حاجة تظهر على الوش علشان يبقى لونه رايق وحلو. طبعا مش محتاجة افكركم ان ده شربات الكنافة، الجلاش، القطايف، لقمة القاضي، بلح الشام، يعني مش البسبوسة. البسبوسة الشربات بتاعها مقادير تانية وبيكون قوام تاني. كده خلاص المفروض بقى بتطفوا عليه ونسيبه يهدى شوية، وده شكله بعد لما هدي. وبنحطه في برطمان طبعا يكون متعقم متنضف ومتعقم، وبيهدى بقى خالص، وبعد كده بيدخل التلاجة. وده شكله بعد لما برد، خطير حلو جدا، ما سكرش. يا ريت تجربوا الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم، ودايما هتعملوا الشربات بدون ما يكون فيه أي مشاكل، وبألف هنا وشفا.